واحد من امتع الدروس عندنا في بريب 1 هو الترانسليشن. الترانسليشن ده بارت 2 في جيومتريكال ترانسفورميشن. فتعالوا مع بعض كده نعرف ايه هو الترانسليشن. اول حاجه عندنا ايه هو تعريف الترانسليشن. الترانسليشن ده زي ما اجي مثلا اقلب لك مثلا حرف زي الاي، وهو بالشكل ده انا كل اللي عملت له ترانسليشن في الحته دي، او ان انا عملت له شيفت او نقلته. يبقى فكره الدرس بتاعنا ترانسليشن ان احنا بننقل الحاجه من مكانها، بدل ما هي هنا بتبقى هنا بنفس الصفات بنفس كل حاجه عادي. تعالوا بقى نشوف مع بعض اللي عندنا. هنبدا بقى عندنا بالترانسليشن في الكوردينيت بلين. يعني ايه كوردينيت بلين يا مستر؟ زي ما اجي اقول لك الاكس اكسس والواي اكسس، ده كده ايه الكوردينيت بلين. تعالوا نبدا بالهوريزونتال. كلنا عارفين الهوريزونتال اللي هو الاكس، فهو هيبقى مديك نقطه اسمها A و0. نقطه A و0 دي ليه اتسمت A و0؟ A يعني اي رقم مثلا 1 2 3 4، ده في الاكس اكسس. انما في الواي علشان احنا بنتكلم في الهوريزونتال فما فيش واي، فهتبقى بزيرو. فتعالوا نشوف بقى فكره الدرس بتاعنا بيقول لك ايه. بيقول لك احنا بنعمل شيفت او بنعمل ترانسليشن. الاكس واي دي بتروح هنا، بيبقى بتمشي ايه هوريزونتال، وفي نفس الوقت بنعمل اكس بلس الاي عشان هو بيقول لك في نقطه A و0. فهو مديك اكس وواي، فانت هتعمل اكس بلس الاي والواي بلس الزيرو، فهتفضل زي ما هي واي. فيبقى بالتالي فكره الهوريزونتال ان احنا بنعمل ايه، هو بيديك نقطه اسمها اكس وواي، يقول لك عاوز يعمل لها ترانسليشن ب A و0 او نقطه مثلا 1 و0، فانت هتزود على الاكس 1 والواي مش هتزود عليها حاجه. يبقى ده كده عندنا الهوريزونتال. لو جينا بصينا بقى كده يا مستر على الفيرتيكال بتاعنا، الفيرتيكال ده اللي هو لما نيجي نقول الواي اكسس اللي هو الجزء ده، فالجزء ده بيتغير، بدل ما هو بيبقى اكس وواي بيبقى اكس وواي بلس بي. طيب ازاي يا مستر حصل كده؟ هنا دلوقتي الاكس بقى بزيرو. ليه؟ لان احنا بنتكلم في الواي اكسس، طالما بنتكلم في الواي اكسس بنثبت الواي وبنغير مين الاكس، ولو بنتكلم في الاكس اكسس بنثبت الاكس وبنغير الواي او بنخليها بزيرو. تمام؟ يبقى ده الشكل دلوقتي اللي عندنا. فهي الفكره برضو بيقول لك ايه، بي اللي هي البوينت مثلا اكس وواي باي ترانسليشن من 0 لبي، بنعمل ايه؟ هنزود الاكس على الزيرو فتبقى اكس زي ما هي، وهنزود الواي بلس البي فتبقى واي بلس البي. طبعا لو مش فاهم حاجه برضو احنا هناخد امثله وهنفهم كل الكلام ده. فتعالوا نكمل مع بعض. دلوقتي عندنا بقى ايه الترانسليشن نفسه، وهو يجيب لك نقطه A اللي هي هوريزونتال ونقطه B اللي هي فيرتيكال مع بعض. فاحنا كل اللي بنعمله ايه، الاكس هي زي ما احنا شايفين بنزود على الاكس بنعملها بلس الاي، والواي بنعملها بلس البي، فتبقى اكس بلس الاي واي بلس البي. شايفين بقى الدرس سهل ازاي؟ خلونا بقى ناخد امثله على طول ونعرف الفرق ما بين كل حاجه وبنعرف بتيجي ازاي. بس قبل ما ناخد بقى شويه امثله، عندنا بقى ايه نوت كده بسيطه هتسهل علينا الحل قوي. هو بيجي في السؤال يقول لك مثلا زي ما احنا شايفين هنا، عاوز ان هو يعمل ترانسليشن 2 يونت ليفت ومثلا 3 يونت اب. يعني ايه يا مستر ليفت واب؟ يعني ايه كل الكلام ده؟ دلوقتي عندنا الليفت والرايت. الليفت والرايت ده زي ما احنا شايفين في الهوريزونتال، فبالتالي مين اللي هيتغير؟ الاكس. يعني لو قال لك ليفت يبقى هنعمل ماينس اللي هو قال عليه. يعني مثلا قال لك هو عمل 2 يونت ليفت، فاحنا هنعمل ماينس 2. تمام؟ ولو رايت نفس الكلام هنعمل بلس 2. فيبقى كده الليفت والرايت دول بيبقوا على الاكس، والاب والداون دول لما يجي يقول لك كلمه اب او يجي يقول لك كلمه داون بنعرف على طول ان احنا بنتكلم على ايه، على الواي. فتعالوا بقى ناخد كده امثله مع بعض ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بيقول لك عندك بوينت نيرتيف 1 و2، بيقول لك البوينت دي باي ترانسليشن 2 يونتس ليفت اند 3 يونت اب. طيب يا مستر يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. دلوقتي هو مدير بوينت عاديه وبيقول لك عاوز يعملها بالنسبه للليفت. الليفت كنا قلنا انها بتبقى اكس وفي نفس الوقت ماينس، فهنيجي نقوم عاملين ايه؟ نقوم عاملين نيرتيف 1 ماينس مين؟ هو قال لك كام؟ 2 يونت ليفت، يبقى نيرتيف 1 ماينس 2. نيرتيف 1 ماينس 2 عندنا بكام يا مستر؟ هتبقى بنيرتيف 3. وهنا نفس الكلام تحت بيقول لك ال2 مالها بقى ال2 يا مستر؟ قال لك عمل 3 يونت اب. فهنيجي نقوم عاملين ايه يا مستر؟ دلوقتي احنا عندنا البوينت نفسها ب 2 وقال لك 3 يونت اب. تعال نشوف اب دي يعني بنزود على الواي، فهنزود ايه؟ 2 بلس 3. فنيجي نقوم عاملين 2 بلس 3 هتطلع عندنا بكام؟ ب 5. يبقى النقطة الجديدة اللي احنا وصلنا لها هتبقى نيجاتيف 3 وال5. تمام لحد هنا؟ ناخد بقى مثال كمان. دلوقتي هو بيقول لك بوينت نيجاتيف 1 و2 برضو عاوز يعمل لها 5 يونت داون. تعالوا الاول نشوف داون. داون يعني تحت، وفي نفس الوقت ده في الفيرتيكال، يبقى احنا هنعمل ايه؟ بالواي، يبقى انا هعملها من الواي. وفي نفس الوقت قال لك 1 يونت رايت. يعني ايه رايت؟ رايت اللي هو الاكس، وهنعمل بلس. يبقى هنعمل ايه يا مستر؟ تعالوا نشوف مع بعض. نيجي نقوم قايلين له بص يا باشا، انت دلوقتي عايز تعمل ترانسليشن 5 يونت داون. قلنا الداون ده اللي هو بيبقى فين؟ اللي هو بيبقى في الفيرتيكال، اللي هو يبقى في الواي. يبقى نيجي نقول له يا باشا انت عندك في الفيرتيكال بتاعتنا ب 2، فهنعمل ال2 ماينس ال5. تمام؟ وفي نفس الوقت هنيجي نقوم عاملين هنا النيرف 1 دي هتتعمل ايه؟ قال لك 1 يونت رايت. رايت اللي هي بلس، وبلس الاكس يبقى بلس 1. دي هتطلع بزيرو، ودي عندنا هتطلع بكام؟ هتطلع بنيرتيف 3. فيبقى النقطة عندنا بتاعتنا هتبقى الزيرو والنيرتيف 3.
يبقى ده كده الفكره بتاعتنا. كل الفكره زي ما احنا قلنا في الاول، هو هيجي يقول لك عاوز يعمل كذا وكذا وانت بتشوف ليفت داون رايت اب كل الكلام ده. فتعالوا بقى ناخد على طول مثال كده من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات. بيقول لك درو ترينجل اي بي سي ويز فيرتسيز. الفيرتسيز بتاعنا هتبقى نيرتيف 2 1، وهتبقى عندنا ال1 و1، وهتبقى ال2 وال4. قال لك بعد ما تعمل الترينجل ده عايزك تعمل ترانسليشن فور يونت تو رايت. طب تعالوا طيب الاول نعمل الترينجل ده ونعرف بيتعمل ازاي. اول حاجه عندنا نيرتيف 2 و1. تعالوا نشوف كده نيرتيف 2 اهي ويطلع عند ال1، وفي نفس الوقت قال لك نقطه 1 و1. نقطه 1 و1 دي اللي هي فين يا مستر؟ اللي هي هنا. يبقى كده نفس الكلام ده. والسي عندنا بنقطه كام؟ 2 و4. 2 و4 عندنا لما نيجي نبص هتبقى كده. فيبقى الترينجل بتاعنا بالشكل ده. طبعا انت هتعمل بالمسطره فيبقى الشكل احسن من كده. فيبقى ده الشكل اللي احنا وصلنا له. بعد كده بقى تعالوا نحلل الكلام اللي هو قاله. هو عاوز يعمل ترانسليشن فور يونت تو رايت. طبعا عارفين الرايت ده اللي هو هنا، يبقى الاكس يبقى بلس. يبقى هنعمل ايه؟ نيجي اول حاجه نقول له بص يا باشا، انت عندك الايه اللي هي اول واحده بكام؟ بنيرتيف 2 1. انا لما اجي اعمل ترانسليشن بالنسبه للفور يونت رايت هتبقى بايه يا مستر؟ هيبقى عندنا ايه داش. يعني ايه ايه داش؟ اللي هي الايمج بتاعت الايه، او الصوره بتاعت الايه اللي احنا وصلنا لها. فهنيجي نعمل الكلام ده فور يونت رايت، يعني هنعمل نيرتيف 4 بلس كام؟ بلس 2. فلما نيجي نعمل الكلام ده نيرتيف 4 بلس 2 يبقى الاجابه عندنا هتطلع ب 2، وال1 هتفضل زي ما هي. نفس الكلام بقى هنيجي نعمله في البي. البي عندنا يا مستر مديها لنا بكام؟ هنيجي نبص هيبقى 1 و1. لما نيجي نعمل برده ترانسليشن بالنسبه للايه؟ لل4 رايت، يعني هنعمل بلس 4. فهاتي هنا هتبقى البي داش هتبقى عندنا بكام؟ ب 5 و1. ليه ما عملناش هنا بلس 4؟ لان احنا بنتكلم في الرايت بس. طيب يا مستر نكمل بقى عندنا، والسي بتاعتنا هتبقى بكام؟ السي هي ب 2 و4. لما نيجي نعملها ترانزليشن او نعملها بقى بالايمج بتاعتنا هتبقى بكام يا مستر؟ هنزود 4 فهتبقى 6 و4. تعالوا بقى ناخد الكلام ده ونعمله عندنا هنا في الرسمه بتاعتنا. 2 و1 فين ال 2 و1 يا مستر؟ 2 و1 هتبقى هنا، وبعدين عندنا 5 و1. 5 و1 هتبقى هنا يا مستر. بعدين ال 6 وبرده عندنا ال 4، فال 6 وال 4 هتبقى هنا. فزي ما احنا شايفين هو نفس الترينجل بنفس المواصفات بنفس كل حاجه، بس الفكره كلها ان هو اتعمل له ترانسليشن واتغير فين؟ في الاكس، لان احنا بنتكلم رايت فعملنا اكس بس. فاتغير بقى بالشكل ده عندنا. وبرده في مسائل كتير عاوزك تحلها وتتدرب عليها علشان الدرس ده هو كله مسائل. فتعالوا ناخد مساله كده مع بعض تلم لنا كل الدرس. دلوقتي بيقول لك برده هو عاوز يعمل ترينجل ومديك النقطه الفيرتيسيس بتاعتنا A و B و C، وبيقول لك بعد ما انت تجيب الترينجل ده عادي هتعمل ترانسليشن فور ونيرتيف 1 فولود باي ترانسليشن 2 ونيرتيف 2. انا مش فاهم يا مستر يعني ايه هنعمل اتنين ترانسليشن في نفس الوقت؟ تعالوا نفهم واحده واحده مع بعض. تعالوا اول حاجه نعمل ترانسليشن اللي هو اول حاجه قالها عندنا. يعني هو قال لنا نيرتيف 1 1 هنعمل لها ترانسليشن فهتبقى ايه داش. قال لك بالنسبه لمين؟ ترانسليشن بالنسبه للفور ومين؟ والنيرتيف 1. يبقى 4 والنيرتيف 1، يبقى هنزود على الاكس 4 وهنزود على الواي كام؟ نيرتيف 1. فلما نيجي نشوف الاي داش بتاعتنا هنيجي نعمل النيرتيف 1 بلس ال4 هتطلع عندنا بكام يا مستر؟ هتطلع عندنا ب 3. وهنا ال1 بلس نيرتيف 1 بكام؟ ب 0. يبقى دي اول حاجه هو قالها لنا اللي هو عاوز يعمل ترانسليشن بالنسبه لده. فولويد باي بقى يعني ايه يا مستر؟ فولويد باي دي لما يجي يقولها لك يبقى انت هتعمل دي وبعدين هتاخد دي تعمل لها كمان ترانسليشن. يبقى هي دي الفكره كلها اللي هي الصعبه اللي بتوقع ناس كتير مع انها سهله جدا. فلما نيجي نشوف بقى 3 و0 هنيجي برضو نعملها بالنسبه لايه المره دي؟ ال2 والنيرتيف 2. فنيجي نقوم كاتبين هنا 2 والنيرتيف 2. يبقى نيجي نعمل ده بلس ده يطلع عندنا بكام؟ يبقى ايه دبل داش عشان احنا عملنا 2 ايمج. يبقى هنا هتطلع ب 5. وبعدين لما نيجي نبص 0 بلس نيرتيف 2 هتطلع نيرتيف 2. نفس الكلام هنا لما نيجي نعمل برضو في البي. عاوزك بقى تبدا تحل معايا واحده واحده مع بعض كده. نيرتيف 3 و3 هتتغير بالنسبه لمين؟ لل4 والنيرتيف 1. فيبقى البي داش عندنا هنعمل 4 بلس النيرتيف 3 تطلع عندنا ب 1. ونفس الكلام هنعمل بالنسبه برضو لل3 هنعملها نيرتيف 1 بلس 3 او 3 بلس نيرتيف 1 هتطلع عندنا بكام؟ هتطلع ب 2. نفس الكلام بقى يبقى البي دبل داش عندنا بنعمل 2 والنيرتيف 2. 1 بلس 2 بكام؟ هتبقى ب 3. وهنا لما نيجي نعمل 2 بلس نيرتيف 2 هتطلع ب 0. عاوزك بقى توقف الفيديو وتحل انت سي لوحدك وتعالى نشوف انت حلتها صح ولا غلط. فتعالوا بقى نبص على سي مع بعض كده. سي هو مديها لنا بكام؟ سي مديها لنا بنيرتيف 4 و0. فلما نيجي نعملها السي داش
قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل الفور والنيرتيف 1، فيبقى نيرتيف 4 بلس الفور بكام؟ بزيرو. زيرو بلس نيرتيف 1 بكام؟ بنيرتيف 1 يا مستر. هناخد الكلام ده ونعمله سي دبل داش، هيبقى عندنا بكام؟ هيبقى عندنا ب 2 والنيرتيف 3. الفكره بقى من الدرس بتاعنا ده هو احنا بنعمل ايه؟ ترانسليشن، او ان احنا بنغير زي ما احنا قلنا. وهنا كل فكره الدرس ان هو بيقول لك فولود باي ترانسليشن بكذا، يبقى احنا هنعمله مره كمان. والفكره دلوقتي عاوزك انت بقى تاخد النقطه دي وتعمل لها ترينجل اللي هم الثلاث نقط دول، وبعدين تعمل ترينجل بالايمج الاولانيه، بعدين تعمل ترينجل بالايمج الثانيه، فيبقى عندك ثلاثه ترينجل، والثلاثه ترينجل هتلاقيهم نفس الصفات بالظبط، بس الفكره مختلفه كلهم في الترانسليشن. يعني مثلا هتلاقي واحد هنا، هتلاقي واحد هنا، هتلاقي واحد هنا، هكذا. يبقى كده احنا خلصنا درس الترانسليشن، واحد من الدروس الممتعه والسهله، وتضمن الدرجه بتاعته ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وشكرا.